ورحمة الله تعالى وبركاته. الهلال يودع جاي بوكاسا رسميا إعفاء المدرب الكنغولي بعد رفضه تدريب الفريق الرديف. في المقابل الفريق الأول يواصل إعداده وتدريبات صالة تحت إشراف المدرب الألماني جوزيف زيمباور. في المقابل بالأمس الأهلي والمدني يخسر مباراته الودية أمام راين سبورت الرواندي بطل سيكافا بهدفين مقابل هدف. تجربة قوية جدا للفريق الأبيض والأسود. في المقابل الهلال يحسم صفقة الموهبة الليبيرية بليه. طبعا واللاعب ينتظر بلوغه 18 حتى يوقع رسميا في صفوف الهلال. والاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف يعتمد ملعب كيجالي بليه مسرحا لمباريات هلال الساحل في البطولة الكونفدرالية. كل هذه الأخبار وغيرها من التفاصيل سوف نناقشها في حلقة اليوم. قبل الخوض في تفاصيل الحلقة ما تنسى الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك حتى نواصل في هذه المسيرة مع قناتكم المتواضعة قناة الكرة مع حاتم. وإلى تفاصيل حلقة اليوم. رسميا نادي الهلال يعلن إعفاء المدرب الكنغولي جاي بوكاسا من تدريب الفريق الرديف. طبعا بعد أن رفض المدرب الكنغولي بوكاسا الاستمرار مع الهلال كمدربا للفريق الرديف. والهلال قدم خطاب شكر للكنغولي، وبالتالي الكنغولي أيامه مع الهلال انتهت وتم عمل مخالصة بين الطرفين، والمدرب الكنغولي سوف يغادر. وبكل تأكيد المدرب محمد عطا هو الأقرب لتدريب الفريق الرديف. طبعا محمد عطا هو أصلا تم التعاقد معه كمساعد لجاي بوكاسا، والآن أعتقد أنه هذا الرجل المهذب جدا والطموح وصاحب الإمكانيات الكبيرة والقدرات الفنية التدريبية الممتازة قادر على صناعة المجد مع رديف الهلال. نتمنى أن يتم التعاقد مع المدرب الوطني، خاصة أنه أغلب المواهب هي مواهب سودانية، وبالتالي عامل اللغة والتواصل سوف يكون سهل جدا في إيصال المعلومة وأيضا رفع مستوى اللاعبين. وبالتالي جاي بوكاسا خارج القلعة الزرقاء وأيضا في الطريق البحث عن مدرب، وكما ذكرت محمد عطا هو الأقرب لذلك. في المقابل الفريق الأول يوالي إعداده بقوة تحت إشراف المدرب طبعا جوزيف زيمباور. المدرب أدخل اللاعبين تمارين صالة وبرنامج ضاغط جدا من المدرب للوصول إلى مستوى لياقة بدنية مرتفع جدا. وطبعا الإدارة الهلال أو الإدارة الفنية الكروية لنادي الهلال أعلنت عن مواجهة ودية أمام الأهلي والمدني في كيجالي في 30/8 هذا الشهر. وبالتالي الأزرق يواجه الأهلي والمدني في مباراة ودية. في المقابل بالأمس والحديث عن الأهلي والمدني، الأهلي سيد الأتيام يخسر وديته أمام راين سبورت الرواندي بطل سيكافا بهدفين مقابل هدف. تجربة إعدادية مفيدة جدا وقوية للنادي الأهلي أمام راين سبورت الفريق الكبير والفريق المتميز، والذي طبعا نال بطولة سيكافا قبل أيام على حساب طبعا الفريق الكيني الكبير كورماهيا. وبالتالي الأهلي والمدني أو راين سبورت قدم خدمة كبيرة للأهلاوية قبل خوض الدور التمهيدي من الكونفدرالية. ونبقى أيضا في الكونفدرالية، فقد اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ملعب كيجالي بليه مسرحا لمباريات نادينا نادي هلال الساحل. طبعا البحارة في كيجالي، والكاف يعتمد لهم ملعب كيجالي بليه مسرحا لمباريات الفريق أزرق بورسودان يلعب في كيجالي وفي ملعب كيجالي بليه. والفريق يوالي إعداده وتدريباته تحت إشراف المدرب القدير خالد بخيت. بالتوفيق للأهلاوية وأيضا للبحارة في الكونفدرالية. في المقابل نادي الهلال رسميا حسم صفقة النجم ريتشون بليه موهبة ليبيرية سوف تنفجر في الهلال. رسميا تم التعاقد، اللاعب في انتظار أن يبلغ 18 حتى يتم التعاقد رسميا. موهبة ليبيرية لا تقل طبعا يعني نجومية، وطبعا موهبة عن اللاعب فلومو إيمانويل فلومو نجم الهلال الليبيري. بالتالي الهلال
يبدو أنه أصبح بمذاق ليبيري جميل جدا، ونتمنى أن يعني نسمع عن هذان النجمان، وهما يصبحان جورج ويا اللاعب الليبيري الشهير، والذي طبعا احترف في أعتى الدوريات الأوروبية، وعلى رأسهم طبعا ميلان الإيطالي، وهو اللاعب الإفريقي الوحيد الذي نال جائزة أفضل لاعب برفقة الميلان. بالتوفيق لفلومو ولبلي الجديد نجم الهلال القادم بقوة، ونتمنى التوفيق لكل نجوم الهلال، وخاصة النجوم الشابة والصغيرة في المريخ. الأوضاع هادئة جدا بعد العاصفة القوية، يعني مجلس الإدارة والمدرب انحنوا للعاصفة ولموجة الانتقادات العنيفة التي طالت إدارة نادي المريخ ومدرب الفريق الصربي داركو رغم هذه العاصفة والانتقادات الكبيرة والمطالبات المريخية المتكررة من جماهير المريخ بإنهاء التعاقد وبالتخلص من هذا المدرب. بالتالي الجميع انحنى للعاصفة، وتم التأكيد على بقاء المدرب. طبعا داركو في الفريق الوقت صعب جدا، يعني مسألة إن المريخ يغير المدرب في هذا التوقيت صعب جدا. أفضل بقاء المدرب حتى لو كان سيئا، والتعويل على إمكانيات نجوم المريخ وطبعا لاعبيه بعبور الأدوار التمهيدية، ومن ثم لكل طبعا لكل حارس لكل مقام حديث، وبعد ذلك الحديث عن التفكير أو التفكير في البحث عن مدرب جديد، أو طبعا إما أن يتم طبعا وضع الثقة في هذا المدرب، رغم أنه الثقة يعني أصبحت مفقودة ما بين اللاعبين والمدرب وما بين القاعدة المريخية الكبيرة في قدرة هذا الصربي على قيادة الفريق كبير مثل المريخ. وبالتالي حتى الآن كما ذكرت التأكيد على بقاء الصربي توقيت صعب جدا، مسألة إغالة هذا الرجل في هذا التوقيت الصعب جدا. دي كانت تفاصيل حلقة اليوم. ما تنسى الاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.